بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا اهلاويه؟ عاملين ايه؟ معاكم النصر. يلا كده يا اهلاويه دعمونا واشتركوا في القناه. طبعا في الاول كده الف مبروك النادي الاهلي الفوز النهارده على نادي الزمالك 2-1. كنا ممكن نجيب نتيجه اكتر من كده، ممكن تبقى 4-5. فعلا الاهلي الزمالك النهارده كان عامل، يعني الاهلي كان ماسك كوره حلوه جدا جدا جدا. بس مشكلتنا احنا برضه ما بنعرفش نفنش الكوره كويس. في كذا كوره كده كان بيخطفوها من جوه يعني من جوه نص الملعب بتاع الزمالك من عند محمد صبحي، لكن ما بيعرفوش يصرفوا فيها. هنتكلم في كل حاجة إن شاء الله يا أهلاوية كده، دعمونا وشوفوا في القناة. طبعا أول حاجة طبعا نتكلم فيها تحية جامدة جدا جدا كابتن حسين الشحات. كابتن حسين الشحات لاعب كبير، لاعب مهم جدا في النادي الأهلي. مش عشان خاطر الماتش ده والله، لا، أنت لو بصيت لحسين الشحات بعيد عن النادي الأهلي، ما كانش بيلعب أساسي ولا فين وفين لما كان بينزل. لكن أنت لاعب بتلعب ماتش أهلي وزمالك، فاهم؟ أنت أنا لو مكانه ما بلعبش خلاص هنزل، فاهم؟ أدي واجب عليه وخلاص. كده أنا نازل متحمس ونازل مركز وبيضغط على اللعيبة فهو بيتحرك كويس جدا. فحسين الشحات النهارده يعني بصراحه تحيه كبيره ليه جدا جدا. راجل مهموش قاعد بره، مش قاعد بره، هيمشي هيقعد. الاهلي هيودي اعاره مش هيودي اعاره، ما بيفكرش في الكلام ده كله، فكر في نادي الاهلي. واحنا بنحب اللعيب اللي بيفكر في نادي الاهلي. وفكر في نفسه طبعا في اول حاجه طبعا، اللي هو يعني لما يبقى كويس هيبقى الجمهور هيشيد بيه، الجمهور هيطالب هو ما يمشيش، واحنا فعلا بنطالب لحسين الشحات ما يمشيش، يكمل معانا الموسم ونجدد له كمان موسمين لو هو عاوز. فحسين الشحات النهارده بصراحه يعني هو نزل غير ماتش. انت عندك تريزيجيه وعندك اشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر. يعني حسين الشحات عمل اللي هم ما عملوش في الماتش، هم لعبوا في وقت هم لعبوا. يعني فاهم؟ تريزيجيه يمسك كوره يشوط، يمسك كوره يشوط، دي الوحيده اللي بتجزيها بقى. بن شرقي يمسك كوره يباص، يفضل يرقص هتقطع تقطع منه. احنا عاوزين نلعب الفريق، ما نلعبش فردي. يعني تريزيجيه العب الفريق، ما تلعبش فردي انت واشرف بن شرقي. وطبعا محمد طاهر مش موجود اساسا في الماتش كله، صح؟ يعني طبعا محمد طاهر ما حسيتش بيه خالص في الماتش، فاهم؟ لكن بقيه الفرقه كلها ما شاء الله كويسه، اللعيبه مركزه. يعني حتى الكوره التانيه كانت بتاعتنا ضغط كويس جدا النهارده، ما كانش وحش. بياخدوا الكوره حتى اتقطعت منهم بيجيبوها تاني. خلوا يعني لدرجه ان كل لعيبه الزمالك ما عرفوش يطلعوا بالكوره. لعيبه الزمالك بتلعب كلها كوره عاليه، كوره عاليه، كوره عاليه. فدي كانت مصلحه النادي الاهلي. هو ضغط على نادي الزمالك، وضغط بشراسه، وضغط بقوه. فده حاجه كويسه النادي الاهلي. دي بقى ان شاء الله باذن الله تكون بدايه النادي الاهلي في الدوري دلوقتي. ماتش الزمالك باذن الله، عندنا ماتش كهرباء اسماعيليه، فريق رخم، فريق بيعرف يلعب كوره كويس، عنده لعيبه كويسه، عنده مدرب كويس. بقى هنتكلم في وقت ان شاء الله. خلينا في ماتش الاهلي والزمالك. بصراحه انا كنت متوقع لا هيكسب بامانه. يعني حتى بعد ما جه دخل فينا الجون، طبعا حكم سيء سيء سيء. انت بتلعب ضربه جزاء ليه؟ طب ما هم كلهم داخلين، الاهلي والزمالك داخلين، فانت مش انا بصيت للاهلي وبصيت للزمالك، فاهم؟ مش بصيتها ليه زي ما شفتها زي ما شفت ضربه الجزاء بتاعتنا. فحكم بصراحه سيء جدا جدا جدا. مش عارف الحكم ده جايبينه منين بصراحه يعني. فما علينا يعني. الاهلي طبعا بدأ المباراه كان الزمالك ضغط، ضيع فرصتين، فرصه للدباغ وفرصه لناصر ماهر. فجت فيعني مش مشكله، قلنا دي حلاوه تروح وبتاع مش عارف ايه، فعادي يعني. فجت بقى ضربه الجزاء بتاعت الزمالك وصدها عبد الله، وصدها الشناوي من عبد الله السعيد. الحكم جه عدل. يا حكم ليه يا عم الحكم؟ يا حكم ليه؟ ما علينا. فلعب حسام عبد المجيد ودخلها جوه. آه، دفاع الزمالك فيه مشاكل كتيره جدا. اللي بيلعب الزمالك صح ويهاجمه صح هيكسبوا. احنا النهارده لعبنا الزمالك صح، احنا ضغطنا على الفريق. طبعا شريف مش موجود، طاهر مش موجود، احنا كنا بنلعب ناقصين اتنين، ما كانوش موجودين. دفاعنا كان كويس. هي بس غلطة ياسين مرعي هي اللي بتاع ضربة الجزاء دي بس اللي ممكن تتحسب عليه. لكن بيت الدفاع كويس، وسطنا كان كويس، بس برضه بن رمضان لسه مش بن رمضان احنا عاوزينه خالص يعني. آه تريزيجيه وبن شرقي تحس ان هم بيلعبوا فردي شويه. عاوزه الناس تقعد معاهم يعني يلعبوا جماعي شويه. تريزيجيه الحمد لله كده كده مش هيلعب الماتش الجاي، اخد الانذار ده مش هيلعب الماتش الجاي، عنده 3 انذارات، فمش هيلعب ماتش كهرباء اسماعيليه. مين تاني؟ شريف مش موجود زي ما قلنا، طاهر مش موجود، محمد هاني كان كويس جدا النهارده بصراحه. كوكا كان مسك الواد البرازيلي برضه، ما شفناش عمل حاجه خلاص. الواد البرازيلي بس الواد البرازيلي انا من ساعه ما شفت عليه قلت هو عليه مقلب، لعيب عادي جدا يعني، اي حد يمسكه خلاص ما اعرفش يفرفص منه. فالنهارده الحمد لله الاهلي ادى مباراه كويسه جدا جدا جدا. يعني بالتالي عملنا تغييرات في الشوط الثاني،
يعني هو يعني احلى تغيير فيهم حسين الشحات. ديانج لسه برضه عمل كوره كده اللي عمر كمال عبد الواحد ربنا يسامحه، كان جاب الجون التالت وكانت بقت فرحه كبيره شويه. لكن عمر كمال عبد الواحد كده كفايه عليه، خد كذا فرصه ما بيديناش اللي احنا عاوزينه، مش مركز. عمر كمال عبد الواحد يشوفوا له. شكرا يا عمر، يعني اللي جاي يروح اي فريق تاني ونشوف حد مكانه نستفاد منه. مين تاني نزل؟ احمد بدر نزل بس ما عملش حاجه، ما ظهرش، ما مس كوره حتى، ما عملش حاجه. احمد ده برضه ما لحقش يلمس كوره. فهي التغييرات كلها كانت دفاعيه عشان الاهلي يامن. مين والله في الشوط التاني كانت فيه هجمات كتيره قوي على الزمالك، بتروح 4 على 3 او 2 على 3، فاهم؟ كده ممكن نرفع السكور شويه، بس الحمد لله احنا روح رجعت. مش خاطر الماتش، لكن لا، روح رجعت. الاهلي ان شاء الله باذن الله عنده ماتش كهرباء اسماعيليه، بعد كده في توقف عشان منتخب مصر. التوقف ده بقى ان شاء الله نعرف نلم نفسنا شويه، وزيزو يكون رجع بقى ان شاء الله، امام رجع بقى ان شاء الله، هنبقى فريق قوي. والدوري ان شاء الله باذن الله اهلاوي، مش هيروح في حته تانيه غير الاهلي. فده كل حاجه على ماتش النهارده. انا صراحه سعيد جدا احنا كسبنا الزمالك ايا كان بقى النتيجه. سعيد ان احنا ما اتغلبناش، سعيد ان احنا ما تعادلناش. فالحمد لله احنا كسبنا الزمالك. انا والله كنت قاعد، احنا عارف ان احنا هنكسب الزمالك طبعا 1-0، فكنت متوقع احنا هنكسب الزمالك. الاهلي كان احسن، الاهلي كان ماسك الكوره كويس وضاغط وهاجم وكل حاجه، فمبسوط حتى النهارده كويسه شويه يعني. في كام باصه كده كانت ممكن تخلص الماتش بدري بدري، بس كانت تطلع في الولا شويه، لكن الحمد لله. ف يا اهلاويه مبروك. شكرا يا عماد النحاس، شكرا كابتن حسين الشحات. يا الاهلاويه دعمونا، اشوفكم في القناه. السلام عليكم.